معاكم الشيف مجدي الحسيني فيديو جديد. النهارده هنعمل اللازانيا. اللازانيا عجينه ايطاليه، هي عجينه واحده تمشي في اكتر من نوع مكرونه، الفرفلي، الفوتوتشيني، كل انواع المكرونات تمشي بالعجينه دي. هي حوالي نص كيلو دقيق مع 5 بيضات، لا اكتر ولا اقل. طب ملح او زيت؟ العجينه لو عايزه سنه زيت بلمها بزيت زيتون، مش عايزه خلاص. وانا بفرد، في ناس بعض الناس بتحط على العجينه كركم وفي ناس لا، لكن احنا بنعملها بدقيق، نص كيلو دقيق و5 بيضات زي ما قلنا، بيض كامل مفيهاش اي مشكله. بحط البيض من 4 ل 5 تبع حجم البيض، تبع حجم البيض. هنقول لكم ازاي دلوقتي وهنفردها، هنفرد اللازانيا ونعمل حشوها والبشاميل بتاعها ونوريكم ازاي. هنحط 5 بيضات، بنعجن بالطريقه دي كده علينا او نشوه بالشكل ده كده. احنا هنفرد عجينه اللازانيا زي ما قلنا بالشكل ده كده. لازم دقيق واقطع كده بالشكل ده. الدقيق مهم بالنسبه لي، مش كتير، تعفير الدقيق. وبعدين بفرد كده، ورا مني حله على النار فيها ميه وزيت، الحله تغلي عشان نسلق فيها. طب نعرف ازاي انها سلقت الشرايح اللازانيا؟ اول ما تنزل الميه بتنزل في قاع الحله، اول ما تستوي بتبقى عايمه شويه كده على الوش او تطلع على الوش. اقوم خلاص مطلعها بمقصوصه في ميه بتلج. ما عنديش تلج، ميه عاديه، ميه بارده من الحنفيه، مش مشكله. وبعد كده اصفيها وتبقى جاهزه للحشو بتاعي. كلنا عارفين حشوه، عارفين البشاميل ما فيهاش مشكله خالص، وكلنا عارفين الحشوه بتبقى لحمه مفرومه وبصل وسن الثوم وملح وزعتر وفلفل اسود. طيب بالنسبه للبشاميل كلنا عارفين دقيق ولبن وميه وواحده ماجي وملح. وابتدي ان انا عندي 3 حاجات: شرايح اللازانيا والبشاميل وايه تاني والحشو. وابتدي ان انا احشي اللازانيا بتاعتي في صينيه واقول لكم ازاي. كده تعتبر جاهزه، انا ما برميش حاجه منها، كل ده هينفع. بعمل بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده. ابتدي اسلق دي، انا برصها في الصينيه بطرق متساويه وهوريكم ازاي دلوقتي. كده العجينه بالمنظر دوت زي ما انتم شايفين كده، سماكه قليله جدا. زي ما قلنا نسلقها في ميه وزيت، ميه بتغلي، وابتدي اطلعها بميه وتلج دقيقتين وهتطلع واطلعها بالشكل ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده بنفرد، بنحط شويه بشاميل في الارضيه بالمنظر ده كده، بالمنظر ده. صينيه صغيره او بايركس او اي حاجه تخش الفرن او طواجن رقيقه كده. وبعدين نحط رق مكرونه بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. وبعدين رق اللحمه. ده شكل اللازانيا الاخراني. بنحط في الارضيه شويه بشاميل، وبعدين رق لازانيا، لازانيا مسلوقه طبعا، وبعدين لحمه، وبعدين لازانيا، وبعدين لحمه، وبعدين لازانيا. يعني رقين لحمه مفرومه وحوالي 4 رقات لازانيا. وفي الاخر بنحط بشاميل على الوش، وبنحط جبنه وندخلها الفرن لمده تلت ساعه على حراره 180. وأما تطلع من الفرن هنوريها لكم ازاي. شكل اللازانيا بعد ما خلصت وعندي التقديم، ممكن نقدمها في بايركس، نقدمها في اي طاجن. ليها طواجن كده قليله شويه، يعني في العلو مش عاليه قوي وبيضاويه، بنقدمها فيها بالفرد او بالشكل دوت. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا اشتراك في القناه، ولينا صفحه على الفيس فيها كل جديد. كان معكم الشيف مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.